مطر، وذلك بعد ارتكابه لجريمة قتل بساعات في العدين، حيث يعد مطر من المطلوبين أمنيا على قضايا قتل لعدد من الأشخاص وممارسة التقطعات. تقطعات كثيرة وأنفس أزهقت وأموال نهبت من هذا الشخص الذي عاث في الأرض فسادا، فقد كان يتزعم عصابة مسلحة اشتهرت بالتقطعات جعلت من السفر على خط العدين مخاطرة كبيرة. وبعد يوم واحد من تقطعه لأحد المرة وقتله تعقبته الأجهزة الأمنية بيقظة كبيرة، ليتم في صباح اليوم التالي إلقاء القبض عليه وهو يحاول الفرار بملابس نسائية مع 2 من أفراد عصابته. تم الانتقال مباشرة ومحاصرة المكان وبالتعاون مع أصحاب المنطقة، ويعني تم الإلقاء القبض عليه وهو مرتديا للملابس النسائية قاصدا بذلك الفرار. طبعا الشخص هذا هو خطير جدا ويرأس إصابة، وقد تم ضبطه مع 2 من رفقائه، وهم الآن طبعا ماثلين للتحقيق لاستكمال الإجراءات ويحالوا إلى النيابة العامة والقضاء. ما حدث يوم أمس من جريمة التقطع والحرابة التي كانت من المتهم عبد الله مطر ومن إليه من المشتركين في مثل هذه الجرائم، وصلنا الكثير من أخبار عن هذا المتهم، والحمد لله تعالى أنه قد تم إلقاء القبض عليه، ونشكر الجهات الأمنية على جهودها المكثفة في الفترة الأخيرة، كما نشكر قناة الصعيدة للتغطية الإعلامية لأنها رسالة إلى كل من تسول له نفسه المس في هذا المجتمع والمواطن الآمن وقطع السبيل وغير ذلك. مهما عاث المجرم في الأرض فسادا لابد أن يلقى عقابه، خاصة إذا ما توفر الحس الأمني العالي لدى رجال الأمن، فمثل هؤلاء المجرمين هم سرطان ينخر بجسد المجتمع، لذا ينبغي الضرب بيد من حديد ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه إزهاق الأنفس البريئة وترويع الآمنين في الطرقات والخطوط بين المدن. حنان طه العواضي لبرنامج صدى الأسبوع، محافظة إب. بعد اعتماد الحكومة